النهاردة عملت فراخ تندوري أو فراخ مشوية على الطريقة الهندية. أنا من عشاق الفراخ المشوية وخصوصا الهندية، لأن هما بيشوها من غير جلد، وأنا كنت بستغرب إزاي بيشووا الفراخ من غير جلد وفي نفس الوقت بتطلع طرية ومش ناشفة. فجربتها بنفسي وطلعت سهلة جدا، مش سهلة خالص الأرقام اللي بتدفع فيها في المطعم، وفي نفس الوقت تطلع لذيذة جدا وأحلى من اللي في المطعم كمان. على الأقل ضمنت الجودة والنظافة. جبت فرختين نضفتهم كويس وشلت الجلد من عليهم وقطعتهم، وعملت فيهم فتحات علشان التتبيلة تدخل فيهم. عندنا تتبيلتين، تتبيلة مبدئية وتتبيلة أساسية. التتبيلة المبدئية هتبقى عبارة عن ملح وفلفل ومعجون جنزبيل وثوم، وكاتبة لكم تحت تحت الفيديو من تحت كل البدايل لو ما لقيتوش أي حاجة من الحاجات الموجودة. يبقى ملح وفلفل ومعجون توم وجنزبيل اللي هو ده، ومعاهم ربع عصير ليمون، ربع كوباية عصير ليمون. هدعك الكلام ده كله كويس مع بعضه واغطيه واسيبهم يرتاحوا في التلاجة حوالي ساعة. والتلاجة يعني البراد بلغة حبايبنا اللذة. بعد ساعة هبدأ أعمل التتبيلة الأساسية، ودي عبارة عن كوباية زبادي، وهحط عليها كل التوابل، برضو أنا كاتباها بالتفصيل وهكتبها تاني على الشاشة دلوقتي قدامكم عشان تبقى سهلة معاكم. أي حاجة من الحاجات المكتوبة لو ما لقيتوهاش ليها بديل، أنا كاتبة لكم بالظبط زي الجرام مسالة. لو مش موجودة عندكم جرام مسالة هتحطوا البديل بتاعها هيكون إيه؟ الجنزبيل والثوم. لو مش موجودة عندكم هيكون البديل إيه؟ كله مكتوب تحت الفيديو. وحطيت زيت زيتون، هما بيستعملوا زيت عادي او زيت جوز هند، انا ما بحبش زيت جوز الهند وما بحبش الزيت العادي، فحطيت، انتوا تحطوا الزيت اللي يعجبكم. هنقلب الكلام ده كله مع بعض، وعلى فكره بيحطوا لون احمر، انا برضو ما بحبش الفود كلارينج فعشان كده ما حطيتهوش. ده الفرق اللي هي لو يعني كنت حطيت اللون الاحمر كان هيطلع بالظبط زي المطاعم بالظبط. دعكت الفراخ بالتتبيلة كلها زي ما انتم شايفين كده. ودي بقى يعني المفروض تقعد أقل حاجة ساعتين، أو الأفضل إنها تبات. أنا بيتها من بالليل في التلاجة علشان أعملها تاني يوم الصبح. ودي طبعا بعد ما بتستوي بيتاكل معاها رز بسمتي أو عيش نان. فأنا اليومين دول عاملة لو كارب، ما باكلش لا عيش ولا رز ولا الكلام ده، فهاكل جنبها سلطة بس. البطاطس والأونيون رينجز اللي شفتهم في الفيديو أول الفيديو دول لولادي مش ليا أنا باي ذا واي. كده بعد ما باتت ده تاني يوم طلعتها وحطيتها في الاير فراير. ممكن تتعمل على الطاسة على النار عادي، بيعملوها مفيش مشاكل، بس انا خفت اللي تعمل دخنة بقى وكده، عشان كده سويتها في الاير فراير. ودي كانت نتيجة كانت لذيذة جدا وطرية وكل البيت حبها وكانت تحفة. جربوها وان شاء الله تعجبكم، والف صحة وهنا. باي باي.